أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة إن شاء الله علينا كلنا. حابة أشكركم جدا وأشكر كل حد عمل تقييم للبودكاست السنة اللي فاتت، لأن دعمكم ده خلى البودكاست في فترة قصيرة يوصل لناس أكتر وبقى له مصداقية. أشكركم من كل قلبي لأنكم خليتوا سنة 2023 السنة الأحسن والأنجح بالنسبة لي، ويا رب دايما تلاقوا في البودكاست حاجات تفيدكم وتديكوا أمل في بكرة. كل رسالة بتوصلني بتحسسني إني على الطريق الصح، فأنا بشكركم إنكم أخدتوا من وقتكم ودورتوا عليا وبعتولي. وندخل بقى برجلينا اليمين على 2024، ويا رب تكون سنة حنينة علينا كلنا. وليه لأ ما نخليش السنة دي تكون صفحة جديدة؟ ليه لأ عزيزي المستمع ما تخليهاش بداية فصل جديد من قصة حياتك؟ ليه لأ ما تكونش دلوقتي لحظة محورية، لحظة تفتكرها السنة الجاية وانت قاعد بتراجع انت حققت ايه السنة دي، وتلاقي ان دي كانت بداية حاجة أحسن وأكبر في حياتك. تخيل انت عندك النهاردة صفحة بيضة ومستنياك تكتب عليها. لو هتختار انك تكتب، هتكتب ايه؟ هل هتكتب عن الماضي؟ هل هتكتب عن الإحباط؟ ولا هتكتب عن الاختيارات اللي هتاخدها السنة دي علشان في آخر السنة تلاقي نفسك بقيت النسخة الأحسن من نفسك، وترجع للصفحة دي تاني وتبصلها وانت فخور بنفسك وبقوتك وبإرادتك اللي خلتك قادر تتغير للأحسن. ولأني بحب الروايات والأدب، فبشوف إن كل واحد حياته رواية مليانة فصول وأحداث وحاجات بيتغلب عليها وبينتصر ساعات، وساعات تانية بيتهزم ويتكسر لكن بيرجع يقوم تاني. صفحات في حياته مليانة فرح وصفحات تانية مليانة حزن وخوف وألم، لكن كل صفحة فيهم مهمة علشان تخلي الرواية دي مختلفة وتجربة فريدة من نوعها. وانت بتقرأ أي رواية ومتحمس كده علشان تعرف النهاية، لما بتقلب الصفحة كل اللي بتركز عليه هو ايه اللي هيحصل بعد كده. فوانت النهاردة بتفتح صفحة جديدة، ادي لنفسك فرصة انك تشيل حمل الماضي من على ظهرك وتركز على المستقبل وكل الحاجات الحلوة اللي ممكن تحصل لو انت قررت تحط أساسها النهاردة. في مثل دايما بفتكره لما بحس انه يا لو كنت بدأت من زمان كان زماني في حتة تانية، يا ريتني كنت عملت كذا من كام سنة. طب خلاص بقى مفيش فايدة نبدأ دلوقتي، واللي ذاكر من زمان وكل الحاجات اللطيفة دي. عارف عزيزي المستمع اللحظة دي اللي بتفضل تلوم فيها نفسك على الوقت اللي راح؟ لكن دلوقتي كل ما بتعدي عليا بقيت أفتكر المثل ده. بيقولك أحسن وقت كان مفروض تزرع فيه شجرة كان من 20 سنة، وتاني أحسن وقت تزرع فيه الشجرة دي هو دلوقتي. فمفيش حاجة اسمها أصل الوقت عدى خلاص بقى ماليش نصيب. طب مين اللي قال إن خلاص ومفيش نصيب؟ انت اللي بتقول، انت اللي حددته علشان كده صدقت. بس دي مش حقيقة. النهاردة وكل يوم انت عندك فرصة انك تبني حاجة كويسة تشوف نتائجها بعدين، سواء كنت عايز تبني عادة جديدة أو تبني حلمك. وانت واقف النهاردة قدام الصفحة الجديدة دي خليها فرصة للتغيير. ليه لأ ما تحطش كل أحلامك في الصفحة دي وتخليها دايما قدامك علشان ترشدك للطريق؟ خليها فرصة إنك تعيد اكتشاف نفسك والحاجات اللي بتحبها، خليها فرصة إنك تأكد لنفسك إنك قوي وتقدر. لو انت دلوقتي عزيزي المستمع قدامك صفحة بيضة تماما، ايه أول كلمة هتكتبها؟ اكتب عن مواهبك، عن الإمكانيات اللي جواك، الحاجات اللي تقدر تستخدمها وتطورها. حتى لو خايف من بكرة، طبيعي محدش ضامن بكرة يحصل ايه، لكن اكتب عن كل الحاجات الصعبة اللي عدت عليك وقدرت تخرج منها. كل التحديات دي كانت دروس الحياة بتعلمها لك. الحياة كانت بتقويك وتحضرك لحاجة أحسن. خلي النهاردة فرصة جديدة إنك تكون مرن أكتر، وما تتعلقش بالحاجات أكتر من اللازم فترفض التغيير. التغيير ده فرصة للنمو وبيطلعنا من منطقة الأمان اللي احنا عارفينها ومرتاحين فيها، لكن برضو بيخليك تكتشف حاجات جديدة ما كنتش هتعرفها لو ما كانش حصل التغيير ده. خلي الصفحة الجديدة دي مش مربوطة بالماضي، الماضي اللي بيخليك تشك في نفسك واللي بيخليك تخاف. فكر كده معايا، تعرف كام حد كل ما تقعد معاه يفضل يشتكي من حاجة حصلت من سنة أو من سنتين ويخليها شماعة إنه كان ممكن يبقى في حتة تانية لو ما كانش ده حصل أو لو ما كانش قابل الناس دي؟ طيب وفي السنة أو السنتين دول عمل إيه علشان يصلح اللي حصل؟ ولا أي حاجة.
قاعد يشتكي من ساعتها. لكن وانت بتكتب قصة حياتك انت اللي بتتحكم في الطريقة اللي القصة بتتحكي بيها. يا ترى دي قصة الضحية ولا قصة البطل؟ وعلى فكرة الضحية ما بيتعملهاش قصص، هي بتبقى ضحية في وسط القصة، لكن الكل بيبقى عايز يعرف البطل هيعمل ايه علشان ينقذها أو ياخد حقها. خلي بقى الفكرة دي تبقى السبب اللي يخليك تعمل وقفة مع الماضي اللي بيمنعك تتحرك لقدام. شوف النهاردة مين الشخص أو الحاجة اللي انت مش قادر تتخطاها وفكر في حلول، ولو مفيش حلول اتصالح معاها وسامح وابدأ صفحة جديدة على نظافة. ليه لأ ما تبقاش الصفحة الجديدة دي هي اللي هتكتب فيها عن خطوة شجاعة انت مأجلها بقالك كتير؟ ليه ما يبقاش النهاردة هو اليوم اللي هتبدأ فيه رحلة التغيير؟ ما هو انت المؤلف، انت اللي تقدر تقرر في أي وقت البطل هيعمل ايه. ليه لأ ما تكتبش النهاردة القصة اللي نفسك يحكوها عنك؟ يا ترى بعد عمر طويل الناس هتفتكرك بإيه؟ اكتب قصة شبه أحلامك مش شبه خوفك، قصة خطوات ثابتة ناحية حاجة كبيرة. اكتب قصة عن اكتشاف الذات والحاجات الحلوة اللي جواك. يمكن أنا بتكلم كتير عن موضوع إنك تكتشف نفسك ده لأن هو ده بيكون البداية لقرارات جديدة. وتقريبا المشكلة الأكبر اللي كلنا بنواجهها هو لما بيكون في صورة جوانا عن نفسنا مش شبه الحاجة اللي احنا عايزينها. الصورة دي بتسيطر علينا وعلى اختياراتنا. ازاي أنا هدخل بداية جديدة وأنا في نظر نفسي حد تاني؟ مثلا أنا عمري ما هنجح علشان أنا فشلت قبل كده، أنا شخص محدش بيحبه فهبقى لوحدي، أنا مش بعرف ألتزم بحاجة، أنا مش بعرف أكمل اللي بدأته. وكل المعتقدات دي بتوقفك، بتشلك، بتخليك مش قادر تدخل عصر جديد في حياتك. لكن خلينا عزيزي المستمع نبص على التاريخ. هو ازاي العصور بتتغير؟ ايه اللي بيقرر نهاية عصر معين وبداية عصر جديد؟ بيقول المؤرخين ان بيحصل حدث كبير، حرب او ثورة، حاجة كبيرة يعني، وبنفس قوة الحدث ده بيحصل تغيير وبيبدأ عصر جديد. ولو طبقنا الكلام ده على حياتنا الشخصية فالحدث الكبير ده هو الثورة اللي انت بتعملها جواك، الثورة اللي بتطالب فيها بالتغيير للأحسن لأنك حاسس إنك تستحق ده. لكن اللي دايما بيقف قدام أي تغيير هو شبح الماضي. المؤرخين برضو بيقولوا إن العصور مش بتنتهي بين يوم وليلة، لكن بتنتهي مع النسيان، لما الناس بتبدأ تنسى تماما العصر اللي فات وبتبقى عايشة بس في العصر الجديد. هنا بيكون العصر القديم انتهى تماما وبقى مجرد ذكرى. ولو رجعنا طبقنا ده تاني على حياتنا الشخصية، مع الوقت وانت بتغير هويتك لشخص تاني، ومع الوقت هتنسى الشخص اللي كان. ولما هيحصل ده وتاخد لحظة وتشوف انت عملت ايه، هتقدر تشوف التحول من انك بتدور على ازاي تبني عادة جديدة لانك بتطبق المعلومات اللي عرفتها، وهتشوف لما العادة دي بتتحول لأسلوب حياتك وبتعملها بعد كده بكل أريحية وسهولة وبتبني فوقيها عادة تانية أحسن. هتلاقي نفسك بتبعد عن أي حد أو حاجة ما بقتش بتفيدك إنك تتحرك لقدام، ومحدش هيشدك لورا. يمكن انت النهاردة مش قادر تنسى الماضي حتى لو ده موقفك مكانك وبيضرك، لكن دايما بيجي كده نقطة في حياتك بتبقى عارف إن خلاص كده كفاية، لازم تسيب الماضي في الماضي، ولازم تحط وقتك ومجهودك في الحاجات والناس اللي هتخلي حياتك أحسن وأقرب لصورة هويتك الجديدة مش النقيض ليها. لما بتاخد قرار إنك تبعد عن أي حاجة بتقف في طريقك، فأنت بتفتح السكة قدامك علشان تدخل عصر جديد. ولأنك بقيت فاهم أكتر، فالعصر الجديد ده هيكون فيه فرص أكبر إنك تتطور، ومع الوقت هويتك الجديدة هتبقى هي الهوية الوحيدة واللي هتبقى دايما بتزقك للأحسن. فالنهاردة في صفحتك الجديدة عزيزي المستمع اسأل نفسك الكام سؤال دول. هل في فكرة عن نفسك انت قبلتها وصدقتها على انها حقيقة؟ وهل الفكرة دي انت بتستخدمها كعذر كل مرة بتحاول تعمل فيها اي تغيير؟ فكر كده حياتك هيبقى شكلها ايه وهتتغير ازاي لو انت اتخليت عن الفكرة دي؟ هل في علاقة في حياتك ما بقتش بتديك السعادة وبقت سبب للمشاكل؟ هل جه الوقت انك تتخطى العلاقة دي؟ هل انت موطي سقف احلامك وبتحلم على قدك علشان كل ما تتكلم مع اللي حواليك يقولولك مستحيل؟ طب لو هتكتب النهاردة احلامك بجد من غير سقف، هتكتب ايه؟
في النهاية إنك تقول أنا هبدأ من جديد وهنسى الماضي أسهل بكتير من الفعل، لكن ده مش معناه إنه مستحيل. لكن مفتاح إنك تبدأ صفحة جديدة هو إنك تكون عارف الفوايد والحاجات الكويسة اللي هتملى حياتك لما هتقرر إنك تنهي عصر قديم وتبدأ عصر جديد. وفكر نفسك كل شوية بقصة حياتك اللي هتكتبها هيكون شكلها إيه. ومش معنى إنك تنهي فصل في حياتك إنه بالضرورة كان سيء، لكن هو كان أساسي في مسار القصة. فخليك ممتن لكل درس اتعلمته، والخطوة اللي بعدها إنك تكون شجاع كفاية إنك تنسى الماضي بكل اللي فيه وما تخليهوش يأثر دلوقتي على قراراتك. وأيا كان هتسميها صفحة جديدة أو عصر جديد، المهم إنها تكون فرصة إنك توصل لنسخة أحسن من نفسك. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.